طب الروبوت المكنسة اللي عندك ده انت مسميه حاجة ولا لا؟ مسميه بجد؟ اسمها ايه؟ غالية، غالية؟ عشان هي كانت غالية بفلوس. صحيح. هي فعلا غالية فاهم. النهارده هيكون عندنا تجارب ملهمة قد تكون سبب في إلهامكم انتوا كمان وتدخلوا عالم التكنولوجيا. خلونا نرحب برافائيل. ازيك؟ عرفني صح. بنفسك. أنا رافائيل، عندي 9 سنين، سنة تالتة، مدرسة هاوس اوف انجلش. رافائيل بقالك قد ايه بتدرس بقى تكنولوجي؟ احكي لي كده. 4 سنين، 3 سنين 4 كده. سنين. عملت فيهم ايه بقى السنين دي؟ دخلت مسابقات ولا لا؟ دخلت ايه بقى المسابقات اللي انت دخلتها؟ سبمرجن، ماستر بيس، ذا فيرست لاجو ليج برضو. تمام. حلو قوي. طيب تفتكر المشاريع اللي كنت عاملها في المسابقات دي ولا لا؟ مش فاكر قوي، بس طب احكي لي فاكر يعني. السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت كانت ايه بقى؟ كانت طيارة بتكون غرقانة كده في المية، اه. وريف ريف تحت المية اتحولت بقى، تمام. ريف. طيب انت بقى بتعمل الديزاين ولا بتعمل البروجرامينج ولا بتعمل ايه بالظبط؟ ايه الحاجة اللي انت بتحبها؟ انا بحب الاتنين، انا بحب شاطر والله. programming و design. طيب تفتكر بقى السنة دي انت داخل مسابقة مش كده؟ اه، ايه بقى المسابقة اللي انت داخلها السنة دي؟ حاجة بنعمل explore لحاجات قديمة وكده. حاجات التاريخ، يعني بتتكلم عن اه، الحضارة المصرية والحاجات دي. صح. ايه ابتديتوا في البروجكت ولا لسه؟ ابتدينا ايه بقى عملت ايه؟ ابو سمبل. ابو نعمل سمبل؟ ابو سمبل. لا والله. فين ابو سمبل ده، تعرف ولا لا؟ اسوان. شاطر. شطور والله خالص. تعرف ايه تاني بقى في الحاجات بتاعت التاريخ والحضارة بتاعت مصر؟ قول لي اثار تانية عندنا ايه؟ آه خوفو اعتقد. في حاجة كبيرة كده مشهورة عندنا في مصر. طبعا الاهرامات. طبعا. فين بقى الاهرامات دي تفتكر؟ الاهرامات دي بتكون في القاهرة، في الجيزة. شاطر جدا. طب رافائيل خليني بقى اسألك في الحاجات اللي انت اتعلمتها. يعني ايه روبوت؟ روبوت دي حاجة بتكون يعني تعمل لها programming وتساعدك، مثلا تقول لها حاجة تعملها. تحب يبقى عندك روبوت في البيت؟ اه. بجد؟ يعمل ايه بقى لو عندك روبوت في البيت؟ ايه، يعمل لي فطار مثلا. طب لو عندك روبوت هتسميه ايه بقى؟ احمد. معرف. تنده عليه بقى يجيلك ويعمل لك يحضر لك الفطار؟ مثلا طب الروبوت المكنسة اللي عندك ده انت مسميه حاجة ولا لا؟ مسميه بجد؟ اسمها ايه؟ غالية، غالية؟ عشان هي كانت غالية بفلوس. صحيح. هي فعلا غالية انت حابب تطلع ايه يا رافائيل؟ انا حابب اطلع فاير فايتر، وبرضو ما قبطان مراكب. مش حاجتين عارف بعيد عن بعض خالص. مش عارف فاير اتشوز. فايتر او قبطان مراكب. مش عارف اتشوز مش عارف تتشوز؟ لسه بدري على ما تشوز. بالظبط. مش كده؟ ممكن تغير رأيك بعد كده، هتدرس حاجات كمان في التكنولوجي. بس هنا وهنا، يعني لو طلعت فاير فايتر او طلعت قبطان مراكب، في الاتنين دول لازم تبقى بتعرف تستخدم التكنولوجي كويس. انا في المراكب مم. عارف استخدم تكنولوجي، بس في الفاير فايتر مش قوي. طب قول لي في المراكب ايه اللي تستخدم فيه التكنولوجي؟ نحركه ازاي كويس، ازاي لو لو في مشكلة ازاي نحلها كده. انت عارف ان الحاجة اللي كمان تبقى تحت المركب في نص المركب او اكتر منها بتبقى في المية تحت. صح. ازاي بقى نصلح حاجة في المركب من تحت في المية؟ بينزلوا روبوت كده معين اه. يجي يصلحها من تحت. شاطر. شفت بقى في تكنولوجي كمان عشان نصلح المراكب تحت المية. آه. الروبوت ده تفتكر اسمه ايه؟ الروبوت ده مم. ROV. ده شاطر جدا. اما تبقى بتدرس في جريد 12 كده في اخر سنة في اي جي، ممكن شكل المدرسة بتاعتك تبقى عامل ازاي والتكنولوجي بقى يكون نغيرها ازاي وندرس ايه وهل هتاخد بقى شنطة فيها كتب وكراسات وكده؟ طبعا. برضو؟ ولا ممكن بقى تبقى تابلت تابلت وكراسة طبعا آه. وقلم. يعني كمان 10 سنين هل متخيل ممكن يبقى في روبوت بيشرح لك؟ ممكن، بس عندنا احنا كلا ليه بقى؟ اشمعنى عندكم لا؟ مدرسين اسهل شوية. مدرسين اشطر من الروبوت؟ الروبوت ذكي، مم. بس اللي يفضل يعني الانسان، على الاقل ايه،
الروبوت بقى بيحتاج طاقة، اه. بيحتاج يتشحن، بيحتاج والانسان بيحتاج ايه؟ مش مش بيحتاج حاجه. غير الأكل والمية. صح، الطاقه بتاعته اكل ومي. صح، شطور. سمعت عن حاجه اسمها AI او ذكاء اصطناعي؟ ايه بقى الموضوع ده؟ احكي لي. ال AI بيكون سيري اللي على الموبايل. صح. طيب انت سألت ال AI قبل كده عن حاجه؟ طبعا. انت بتدرس حاجه في الساينس تحب تسأله عليها؟ الفولكانو، ايه أكبر فولكانو في تعالى نسأل العالم؟ مع بعض. طبعا، اسأل براحتك، أنا جاهز. هو ايه أكبر فولكانو في العالم؟ أكيد، هو أكبر بركان في العالم حاليا هو بركان مونا لوا في هاواي، يعني هو يعتبر من أضخم البراكين النشطة المعروفة. رافائيل، حابب تقول ايه للناس اللي لغايه دلوقتي ما درستش تكنولوجي وما تعرفش تعمل بروجرامينج ولا ديزاين ولا روبوت ولا تعرف يعني ايه روبوت ولا تستخدم الاي اي ولا حاجه؟ هو الأحسن اه. يتعلموا عشان لما يكبروا، لا، في حاجات كتير هيكون ليها تكنولوجي، حاجات هتتغير، حاجة الأحسن يعني يتعلموا تكنولوجي. انت بتبقى مبسوط وانت بتتعلم التكنولوجي؟ بحب. انت شطور خالص والله يا رافائيل، وانا مبسوط النهارده ان انا قعدت معاك واتكلمنا على مستقبل التكنولوجي، وان شاء الله تطلع قبطان كبير او فاير فايتر ممتاز او شكرا. مهندس روبوتات. شكرا ليك. شكرا. شكرا رافائيل.